السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي فراخ، هنتبل فراخ معانا. عندي دي فرخة، تمام. وعندي هنا دي بصلتين، وعندي دول بصلتين وطماطميتين وقرن فلفل صغير. هنبتدي كده، بارد مش حامي، اللي حابب يحط حامي يحط. وعندي هنا دول 3 4 فصوص توم صغيرين كده، تمام. هنضرب بقى كل الكلام ده مع بعض وهرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده، بصوا اللي ضربنا البصل والطماطم والفلفل. هنبتدي هنا كده مع بعض. هجيب ملح، بصوا انا هظبطها بقى معايا كده. اوريكم هنعمل ايه دلوقتي. هنحط بقى الملح بتاعنا اهو، تمام. هحط معاه مكعب مرق برضو، انا مش هكتر ملح عشان احط مكعب مرق بالشكل ده كده. فلفل اسود، تمام، مش كتير. ال7 بهارات، تمام. هحط بقى زنجبيل بودر، بابريكا، زعتر، تمام. حطينا كل التوابل بتاعتنا اهو. حطيت الزعتر فركته. انا عندي هنا دي صويا صوص، هحطها كده اجربها معاكم. بتدي برضو طعم حلو للتتبيله. عندي دبس رمان، شويه دبس رمان برضو، تمام. الطريقه دي مشابهه للمشويه كده. وعندي كمان ايه، عندي ده عسل، هحط ربع معلقه كده، حوالي ربع معلقه اهو. ده عسل ابيض، تمام. شويه خل صغيرين خالص، شويه يعني حوالي نص معلقه كده، تمام. وهنقلب كل الكلام دوت، وهحط شويه زيت. بصوا يا جماعه، انا حطيت كمان شويه زيت. بصوا كل الكلام ده مع بعض. وعندي هنا دي شويه صلصه انا كنت شايلاها اهو، صلصه مسبكه، تمام. هننزل بيها برضو. شوفوا بقى كل الخليط بقى، كل الكلام الجميل ده هيدي نتيجه عامله ازاي معايا. هنشيل كده، نوسع لنفسنا. بصوا مش قادره اقول لكم يا جماعه الريحه عامله ازاي. انا حطيت كمان مكعب مرق فركته وظبطت الملح بتاعها. هنبتدي بقى كده، تمام. ننزل بقى بالكلام ده كله هنا. بصوا انا مفتحه الفراخ، هوريكم دلوقتي. مفتحه الفراخ بتاعتي عشان التتبيله تخش فيها اهو. بصوا الكلام ده اهو. الريحه من قبل ما اعملها، من قبل ما تخش الفرن، مش قادره اقول لكم. بصوا انا عامله فتحات من هنا كده اهو، تمام. في الورك وفي بصوا هندخل بقى كده، تمام. وعامله هنا كمان اهو، بصوا فتحات هنا اهي. ندخل كده في الفتحات دي وهنا. وبنسيبها بقى لتاني يوم، مثلا قبل الفطار مثلا بساعة كده او ساعة ونص، عشان تاخد راحتها في الفرن. ان احنا هنسويها، او انا ممكن هسويها الاول على النار الاول. الطريقة دي واحدة قايلة لي عليها، هسميها دي وصفة خالة ام عصام. بصوا الجمال. بس هي يعني ايه، انا غيرت بس فيها ان انا ايه، يعني فرمت الحاجة. هي قالت لي الحاجة سليمة، تمام. بصوا اهو. نبتدي كده اهو، كل ده. بصوا يا جماعه، بصوا التتبيله بتاعتنا، بصوا الفراخ بتاعتنا. هنسيبها بقى كده بايته في التلاجة لحد تاني يوم، تمام. ممكن نعملها في الفرن، وممكن انا اعملها بالطريقه اللي هي قالت لي عليها. انا هسويها الاول في حله، تمام. وبعد لما تستوي وتتشرب خالص، هرجع ادخلها الفرن تاخد لون ان شاء الله. احنا هنبيتها ليله كامله في التلاجة، وهرجع اعملها بقى واقدمها معاكم ان شاء الله. بصوا يا جماعه، الفراخ اللي انا تبلتها معاكم. هنبتدي كده هنا مع بعض. عندي هنا حله على النار زي ما قلت لكم. انا هسويها الاول على النار، وبعد كده هدخلها في الفرن تاخد لون. بصوا هنحط شويه زيت. هي طبعا هتنزل دهون برضو منها، الفراخ بتنزل طبعا، تمام. اول ما الزيت يتقدح هننزل بقى بالفراخ،
اوريكم الطريقه دي حلوه وسهله، انا خدتها من جارتي وحبيبتي. تمام. بصوا بقى هنبدا بقى ايه اهو. احط بقى معاها ورق احط معاهم ورق لورا كمان دلوقتي. بصوا زي ما انتم شايفين كده. بصوا حطينا، بصوا عندي الزيت اتقدح. انزل عندي كده بالفراخ. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه اهو، هنقلب بقى، نبدا نقلب فيها. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. ما بنحطش ميه خالص، هي بتنزل الميه. بصوا بالصوص والتوابل وكل ده. بنسيبها بقى كده تتشمع شويه الجنب ده. بعد كده بنقلبها لحد لما تتشرب الميه دي خالص. وبعد كده احطها في صينيه وادخلها الفرن. انا هسيبها بقى لما تتشرب خالص، وبعد كده ايه ندخلها الفرن. وايه لازم ايه تستوي خالص. ادخلها الفرن بس تاخد لون. الفراخ بتاعتي هندخلها الفرن بقى، ولما تاخد لون لما تحمر هطلعها معايا. بصوا شايفين الجمال بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا اهي. بصوا ولا سلق ولا تحمير بقى. بصوا حاجه، بص يعني حاجه فاخر، يعني جميله جدا. هتعجبكم ان شاء الله. جربوها، سهله وسريعه. والصوص ده كمان تاكلوا منه، وريحتها يعني بصوا جميله جدا. ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم. متنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصوا شايفين الجمال بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا اهي. بصوا ولا سلق ولا تحمير بقى. بصوا حاجه، بص يعني حاجه فاخر، يعني جميله جدا. هتعجبكم ان شاء الله. جربوها، سهله وسريعه. والصوص ده كمان تاكلوا منه، وريحتها يعني بصوا جميله جدا. ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم. متنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.